انا قررت اعمل القائمه دي عشان خلاص زهقت من الافلام المتوقعه والتشويق العادي. الافلام دي في منها اللي بيقلب النوع بتاعه تماما في نص الفيلم، وفي اللي بيجبرك تشوف البطل وهو بيخسر كل حاجه عشان يختبر ردة فعله. لو انت زي بتعشق الاحساس بتاع انك تطلع غلطان في كل توقعاتك، يبقى الفيديو ده علشانك. النهارده انا جمعت لك خلاصه اكتر 10 افلام غموض بنهايات غير متوقعه تماما. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 بارباريان. بنت اسمها تيس بتوصل لبيت مأجراه من على النت في ليله ممطره، بس بتتفاجئ بوجود شاب غريب اسمه كيس قاعد في البيت ومأجره هو كمان، وما عندهاش اي حلول تانية، وعندها انترفيو لشغل الصبح، فبتضطر تقضي الليله هناك. الجرعه الاولى من التوتر بتبدا على طول. البنت بتحاول تفهم هل الشاب ده خطر عليها ولا هو مجرد ضحيه لغلطه في سيستم الحجز. البيت نفسه فيه حاجه مريبه. جورجينا كامبل قايمه بتدور بذكاء وحذر يخليك على اعصابك، في حين ان بيل سكارسجارد هيخليك دايما بتشك في نواياه. الفيلم ده مش رعب تقليدي عادي، ده بياخدك في طبقات مختلفه من الخوف. رقم 9 ذا فيزيت. بيكا وتايلر اخ واخته بيقرروا يزوروا بيت جدهم وجدتهم في مزرعه معزوله لاول مره. بيكا واخده كاميرتها معاها عشان تعمل فيلم وثائقي عن تاريخ العيله وتصلح الخلافات القديمه. في الاول الرحله بتبان عاديه جدا وفرصه حلوه عشان يتعرفوا على قرايبهم اللي عمرهم ما شافوهم، بس اول ما الشمس بتغيب كل حاجه بتتغير. الجد والجده بيبداوا يعملوا تصرفات مرعبه ومريبه، تصرفات مستحيل تبررها باعراض شيخوخه او كبر السن. البيت بيتحول لمكان معزول ومرعب، والاطفال بيكتشفوا انهم محبوسين مع 2 عجايز تصرفاتهم غير متوقعه وتخوف. عشان اكون صريح معاكم، اول ما شفت الفيلم ده افتكرته هيكون فيلم كوميدي رعب خفيف عن اجداد مرعبين، بس كل ما الوقت بيعدي كل ما الموضوع بيبقى محبط ومرعب اكتر. رقم 8 A Perfect Getaway. كليف وسيدني عرسان جدد بيقضوا شهر العسل في طقوس وتفاصيل طبيعيه وسط ممرات هواي الساحره والمعزوله. رحلتهم بتاخد كيرف مرعب اول ما بتنتشر اخبار عن جريمه قتل مزدوجه بشعه حصلت في جزيره قريبه، والقاتل لسه هربان وحر. العرسان بيتقابلوا في طريقهم مع ثنائيات تانية، نيك وجينا اللي عايشين جو المغامره والاستعراض، وكيل وكليو اللي مودهم غريب ومنعزلين. وهما بيبداوا يمشي في المكان الشك بيبدا يتنقل من شخص للتاني، وبيبقى صعب جدا تعرف مين بيقول الحقيقه ومين كذاب. القصه بتلعب على توقعاتك وبتستخدم الطبيعه المفتوحه عشان تحسسك بالحبسه والاختناق. الفيلم ده من نوعيه الافلام اللي بتمنى تتمسح من ذاكرتي عشان اشوفها لاول مره تاني. رقم 7 Identity. 10 أشخاص غربة عن بعض تماما بتجمعهم الظروف في اوتيل معزول في نيفادا بسبب عاصفة مطرة مدمرة. الطرق اتسدد وخطوط التليفون اتقطعت ومفيش أي طريقة لطلب المساعدة. سواق ليموزين وضابط شرطة بينقل مجرم خطير، وعيلة كاملة كلهم محبوسين في مكتب الاستقبال الضيق. الوضع بيتحول لكابوس لما بيلاقوا أول جثة، والجثث بتزيد وكل جثة بتتساب جنبها مفتاح أوضة عليه رقم تنازلي. المجموعة بتحاول تكتشف مين المسؤول عن المجزرة دي، وبيدخلوا في دايرة الشك في بعض وبيدوروا على أي رابط مشترك يجمع ما بين ناس عمرهم ما شافوا بعض قبل كده. الفيلم حركته سريعه بين اوض الاوتيل البارده وباركينج العربيات المتغرقه بالمطر. رقم 6 هايك تنجن. ماري والكسيا رايحين يقضوا الويك اند في بيت ريفي معزول عشان يذاكروا في هدوء، بس الهدوء ده بيتفتت في اللحظه اللي بتظهر فيها عربيه نقل مصديه وبينزل منها قاتل ملوش اسم ولا ملامح. الفيلم ده مش بيديك فرصه يسخن ولا حتى ليه مقدمات طويله. العنف هنا بيخبط في وشك فجاه وببشاعه مش طبيعيه. رقم 5 لوفت. 5 اصحاب متجوزين بيقرروا يتشاركوا مع بعض في شقه سريه في وسط البلد، مكان خاص جدا ما يعرفوش عنه زوجاتهم. بيستخدموه عشان يعيشوا نزواتهم ويهربوا من المسؤوليه. الاتفاق بينهم كان بسيط وواضح، 5 مفاتيح وباب واحد وخصوصيه مطلقه، لحد ما بيفتحوا الباب في يوم الصبح وبيلاقوا جثه ست مقتوله جوه الشقه. وبما ان الباب ما اتكسرش ومفيش اي اثر لاقتحام، ال5 بيستوعبوا الصدمه. القاتل واقف معاهم في نفس الاوضه ومعهوش مفتاح زياده. رقم 4 سيكريت ويندو. مورت ريني كاتب ناجح مقرر يعزل نفسه في كوخ بعيد ومقطوع عشان يحاول يتخطى مرحلة الطلاق الصعبة والمشاكل اللي مع مراته. أيامه بيقضيها نوم أو بيبص لشاشة الكمبيوتر الفاضية، لحد ما بيظهر شخص غريب على بابه اسمه جون شوتر، وبيتهم مورت إنه سرق قصة الفيلم بتاعته من سنين. الموضوع بيبدأ يتطور والتوتر بيعلى،
والرجل الغامض ده بيطالب بحق مريض بطريقته الخاصة. مورتي بيحاول يثبت براءته ويدور على مجلة قديمة منشورة فيها القصة، بس كل دليل مادي بيحاول يوصله بيكتشف انه بيختفي او بيتدمر. رقم 3 بريد تنشن، عميل سري مخضرم في السفر عبر الزمن، بياخد مهمته الأخيرة عشان يوقف مجرم خطير معروف باسمه المفجر، شخصية نجحت تهرب من القبض عليها عبر الزمن. رحلته بتوديه لبار هادي سنة 1970، وهناك بيدخل في حوار مع شخص غريب. الحوار ده بيكشف عن قصة حياة مليانة مآسي وتشوهات طبية غريبة. المقابلة دي بتسحب اتنين لشبكة معقدة من السفر عبر الزمن والمصير المحتوم. إيثان هوك وسارة سنوك علوا الفيلم بأداء عبقري وثبت حبكة مبنية على إن الماضي والمستقبل مقفولين في دايرة واحدة ما فيهاش مخرج، وكل قفزة في الزمن بتكشف طبقات جديدة للرابط اللي بينهم. ده بسهولة أكتر فيلم خيال علمي طموح وجريء في القايمة، وربنا معاك وانت بتحاول تشرح قصته لأي حد من أصحابك بعد ما تخلصه. رقم 2 جون جيرل، نيك دان بيرجع بيته في ذكرى جوازه الخامسة عشان يتفاجئ ان مراته ايمي اختفت تماما. الصالة فيها اثار خناقة وعنف وترابيزة مكسورة وعفش متبهدل، بس مفيش جثة. واول ما الشرطة في ميزوري بتبدأ التحقيق، الاعلام بياخد القضية ويحول الاختفاء لسيرك قومي والبلد كلها بتتكلم عنه. نيك بيلاقي نفسه تحت اضواء وضغط ما كانش مستعد ليه، وبيواجه مجتمع جاهز يحكم عليه ويعدمه لمجرد انه ما ظهرش عليه الحزن والانهيار الكافي قدام الكاميرات. روزموند بايك قدمت اداء هيفضل عايش في ذاكرتك على طول. لعبت دور ايمي بهدوء قاتل ومحسوب، وبين أفلك جسد شخصية نيك الراجل اللي دايما بيكون عدو نفسه الأول. رقم 1 ذا جيم، نيكولاس فان أورتن راجل أعمال ومستثمر غني جدا وعايش حياة روتينية ومملة وعزلة تامة عن البشر. في عيد ميلاده أخوه المتمرد كونراد بيديله هدية غريبة، كارت دعوة أو قسيمة عشان يشترك في لعبة بتقدمها شركة اسمها كونسيومر رياكشن سيرفيسز. نيكولاس بيدخل الموضوع وهو متوقع تجربة رفاهية راقية، بس اللي بيحصل إن حياته وواقعه بالكامل بيتخطفوا. الموضوع بيتطور بسرعة مرعبة، حساباته في البنوك بتتجمد وتتسرق، وقصره الضخم بيتبهدل وبيتشطب عليه. وفجأة بيلاقي نفسه صاحي من النوم في مدافن وسط المكسيك، بيتجرد من مكانته وفلوسه، وبيتجبر يدخل في سلسلة مواقف مرعبة عالية المخاطر، وهو مش قادر يفرق هل اللي قدامه ده ممثل تبع اللعبة ولا مجرد مجرم وتهديد حقيقي عايز يخلص عليه. الشيء اللي بعشقه في ذا جيم هو ازاي بيلعب بدماغ البطل ودماغ المشاهد في نفس الوقت، وكل ما نيكولاس بيغطس اكتر في اللعبة كل ما بيبقى مستحيل عليك تعرف ايه الحقيقي وايه اللي مجرد تمثيلية وجزء من اللعبة. ودي كانت نهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك النوع ده من الفيديوهات، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن السينما والأفلام أول بأول. أشوفكوا على خير.